انت تعرف ايه هي احب سورة في القرآن الكريم الى الله سبحانه وتعالى؟ في البداية كده احب اقولك ان احنا بنتكلم النهاردة عن حب ربنا سبحانه وتعالى لحاجة، وده معناه انك لازم تكون مركز ومصحصح وفاهم كويس قوي الكلام اللي انا اقوله لك النهاردة، عشان الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها تكثر منها، بس تكثر منها وانت فاهمها، مش مجرد الاكثار منها وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر: يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله وأبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت أن لا تفوتك في الصلاة فافعل. كده عرفنا إيه هي السورة. هنستوب على كده؟ لا، مش هنستوب، هنفهم كل حاجة حول هذه السورة. ليه؟ لأن ربنا بيحب هذه السورة. في سبب نزول سورة الفلق قيل إن لبيد ابن الأعصم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه السورة ليتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالله من شر ذلك السحر. وقيل إن قريش اختاروا من بينهم اللي كان مشهور بإنه بيعرف يحسد ليصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفلق والناس ليتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما من شر ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها 10 تمنع 10، الفاتحة تمنع غضب الله، ياسين تمنع عطش القيامة، والدخان تمنع أهوال القيامة، الواقعة تمنع الفقر، الملك تمنع عذاب القبر، الكوثر تمنع الخصومة، الكافرون تمنع الكفر عند الموت، الإخلاص تمنع النفاق، والفلق تمنع الحسد، الناس تمنع الوسواس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشعراوي رحمه الله في مقطع فيديو ليه كان بيقول إن أفضل طريقة لعلاج الحسد واتقاء شره إن الإنسان يقرأ سورة الفلق كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وقال برضو رحمه الله إن للحسد علاج تاني، إن لو الإنسان رزق بأي نعمة ما يقعدش يقول أنا رزقت بالنعمة دي بتعبي وجهدي وكفاحي وعملي، لا، لازم يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي بيقول الجملة دي لا يصاب بالحسد في أي نعمة يرزقه الله سبحانه وتعالى بها. نيجي بقى لتفسير وفهم معاني هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ يعني ألجأ وأحتمي وأطلب العون من رب الفلق. يعني إيه الفلق؟ الفلق يعني الصبح. وقوله تعالى من شر ما خلق، يعني من شر كل المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. وقوله تعالى من شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا أقبل، فغاسق تعني الليل ووقب تعني أقبل. فأنت بتستعيذ بالله من شر أي حاجة ممكن تحصل في الليل، والليل ده يعني ظلام. ومن شر النفاثات في العقد، من شر الناس اللي بتعمل سحر وبتعمل أعمال. وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الناس اللي ممكن تحسدك أو تصيبك بعين. فأنت كده استعذت بربنا سبحانه وتعالى من أي حاجة ممكن تصيبك وتضرك أو تأذيك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن اللي بيقرأ سورة الفلق مع سورة الإخلاص مع سورة الناس 3 مرات الصبح وبالليل تكفيه كل شيء. ودي أغلب المعلومات اللي أعرفها عن أحب سورة إلى الله. ياريت ما تقفلش الفيديو ده من قبل ما تكون قايل أحب سورة إلى الله سبحانه وتعالى. لو استفدتوا من الفيديو ده ياريت تبعتوا لكل الناس اللي تعرفوهم عشان نتقاسم مع بعض أجر نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت معاكم آلاء حافظ. السلام عليكم.